السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأتحدث عن حظوظ المنتخبات العربية المشاركة: المغرب ومصر والسعودية وتونس. اليوم سأبدأ بحظوظ المنتخب المغربي في حظوظها في تذكرة التأهل من مجموعتها المكونة من إسبانيا والبرتغال وإيران. سأبدأ بتحليل المجموعة. المغرب تلعب مباراتها الأولى أمام إيران، المنتخب الذي نجح في حجز تذكرة التأهل الأولى على القارة الآسيوية في التصفيات. مواجهة ستكون متكافئة إلى حد كبير، أنه متكافئ جدا في المستويات وكل المهارات وكل شيء، ويمكن للأسود الأطلس تحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء بالفوز، نظرا لما تملكه المغرب من مواهب عديدة وكثيرة من المحترفين في القارة الأوروبية مع المدرب الفرنسي القدير هيرفي رينار. المباراة الثانية للمغرب ستكون أمام البرتغال، المباراة صعبة للغاية أمام رفاق كريستيانو رونالدو. ستكون المهمة جد صعبة في هذا المباراة الثانية. مهاجم ريال مدريد، سيواجهون مهاجم ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو. بعد أن حاول مدرب البرتغال فرناندو سانتوس منتخب بلاده إلى كتيبة منظمة من اللاعبين تلعب بالتزام تكتيكي مع شن هجمات مرتدة سريعة بكوكبة من العناصر المميزة، أقوى دوريات العالم. المباراة الأخيرة في الدور المجموعات ستكون مع بطل العالم سنة 2010، ستكون أمام إسبانيا التي تملك لاعبين مميزين أكثر موهبة من البرتغال ومن إيران. في كل الحظوظ ومن الأقوى المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم. يتميز أسلوب لاعب الماتادور بالاستحواذ الكبير على الكرة والضغط العالي على الخصم والهجمات المنظمة عن طريق التمرير السريع وتبادل الكرات، ما يحرم المنافسة من تطبيق أسلوب لعبه. أنها مهمة صعبة جدا، لا نصدق أن المغرب سيفوز على إسبانيا، وأن هذا لا يمكن أن يحدث، ولكنني أتمنى أن يتعادل، أن يحقق نتيجة إيجابية أمام البرتغال وأمام إسبانيا وفوز كبير أمام إيران. توقعات المغرب في مشوار المونديال. المغرب في مهمة صعبة للغاية، ولكنها تملك حظوظا في التأهل، ولا يوجد عندها ما تخسره في المشاركة كأس العالم، إذ سيبحث اللاعبون ومدربهم عن التعبير عن أنفسهم بأفضل شكل ممكن، الظهور بمستوى مميز ومشرف في هذا العرس الكروي. يمكن للأسود الأطلس الفوز على إيران، ما قد يعطيها دفعة كبيرة في مباراتين تاليتين، وقد تستطيع الظفر بنقطة تعادل أمام البرتغال، إذ التزم اللاعبون بالدفاع الجيد والمنظم والاستحواذ واحتواء الهجمات رفاق رونالدو والاعتماد على المرتدات. فيما ستكون مواجهة إسبانيا في غاية صعوبة جدا على زملاء مهدي بن عطية، نظرا لما يملكه الإسبان من جودة لاعبين وطريقة لعب مميزة جدا. الحظوظ الكبرى في الترشح عن هذه المجموعة تصب في مصلحة إسبانيا والبرتغال، ولكن كل شيء ممكن. قد تستطيع المغرب تفجير مفاجأة وخطف بطاقة المركز الثاني من أحد المنتخبين حال الفوز على إيران، وعدم تفادي الهزيمة في مباراتين الثانية والثالثة.
أنا توقعي لهذا الترتيب لهذه المجموعة هو أن إسبانيا تتصدر المجموعة ب9 نقاط، والمغرب المركز الثاني ب4 نقاط، وبرتغال المركز الثالث ب3 نقاط، وإيران المركز الأخير ب0 نقطة. هذا هو نهاية الفيديو. أراكم في فيديو آخر، مع السلامة. ألقاكم في تحليل منتخب تحليل منتخب مصر وتونس والسعودية. ألقاكم في فيديو آخر، مع السلامة.